كلنا دايما عندنا الشغف نعرف عن الماورائيات والعالم الآخر والحاجات اللي دايما بيخفوها عننا. والنهاردة جاي أكلمكم في موضوع مهم جدا، موضوع جوف الأرض والأراضي السبع. أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. لو أول مرة بتسمعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، ويشرفنا اشتراكك في القناة. ويلا نبدأ المحتوى بتاعنا. تعالوا نبتدي بحاجة في القرآن الكريم، إن ربنا خالق 7 سماوات و7 أراضي. احنا هنتكلم عن ال7 أراضي وهم فين الأراضي دي أصلا. بص يا سيدي، اولا كده الغرب دايما بينشروا فكرة ان الارض اللي احنا عايشين عليها كروية، بمعنى ادق كوكب الارض وشركة ناسا والسفر للفضاء والكلام اللذيذ بتاعهم ده. دايما خلينا متفقين بان الغرب مش كل كلامهم صح. لازم انت كمان تشغل عقلك وترجع لكتاب ربنا وتعرف وتدور فين الحقيقة. الحقيقة ان الارض اللي احنا عايشين عليها دي مسطحة مش كروية. نرجع بقى لموضوعنا، الأراضي السبع. طيب الأراضي دي ندخلها منين؟ الأراضي دي ليها 6 مداخل ومخارج على الأرض، والمداخل دي موجودة في مثلث برمودا ومثلث برموزا وأسفل أبو الهول في مصر، والمنطقة الصحراء 51 في أمريكا، والقطبين الشمالي والجنوبي. وأكبر وأهم في البوابات دي هي بوابة القطب الشمالي. دايما بيروجوا لفكرة الكائنات الفضائية في الأفلام بتاعتهم. تفتكروا ليه؟ وتفتكروا ليه أصلا موضوع الفضاء والكائنات الفضائية والكلام ده؟ أيوة، هو بالفعل موجود. هرد عليك تاني وهقولك أيوة هو بالفعل موجود، بس هي دي مش كائنات فضائية، دي فصائل من فصائل الجن اللي عايشين معانا وليها ميعاد للخروج، وتقريبا نفس الشكل اللي هم بيروجوا فيه في الأفلام هو نفس الشكل بتاعه. هو ده شكل فصيلة من فصائل الجن، وهم من زمان صرخوا ده في عقلك وخلونا ان احنا نتعود على ده الشكل ده ان هو شكل فضائي، لكن هو فصيلة من فصائل الجن. واللي مشككين في موضوع ان الارض مسطحة وانها كروية، طيب لو انت مسلم جاوبني، فين قوم يأجوج ومأجوج؟ القوم اللي مذكور في القرآن الكريم. طالما الغرب جامد جدا وسافر وراح الفضاء وعارف كل حاجة على الأرض، ما قدرش يوصل للقوم ليه ده لغاية دلوقتي؟ أجاوبك أنا، ما قدرش يوصل لأن القوم ده عايش على أرض من الأراضي السبع، وليه وقت ظهور معين لما يشاء المولى عز وجل. تقدر تقولي ليه في قوات حرس من كل دول الغرب على القطب الشمالي مع إنها أراضي جليدية؟ حد عنده تفسير لده؟ طيب حد عنده تفسير ليه الحرب العالمية التانية كانت هناك مع هتلر؟ كلامنا لسه ما خلصش لان الموضوع كبير وفي حاجات كتير للاسف احنا كنا فاكرينها حاجه وطلعت حاجه تانية خالص. هنحكي مع بعض في فيديوهات جايه عن اسرار وعوالم غريبه، وما تنساش تكتب رايك في التعليق وتقول لنا معرفتك بالكلام ده ايه، وانه خيال ولا حقيقه. ولايك للفيديو ده واشتراك في القناه، واشوفكم في محتوى جديد. سلام.